هو عمار حمدي فين دلوقتي؟ عمار حمدي يا صديقي اللي بدأ حياته في النصر، ولكن بدايته الحقيقية لما الأهلي اشتراه كان لسه صغنطوط عنده 19 سنة. ولكن كعادة المصريين، في لعيب يلعب وعنده 19 سنة؟ لا طبعا، ينزل يلعب في الناشئين يكسب خبرات كده. قام الاهلي يقول لك لا انا لازم اطلعه عرا، اشوف اللعيب ده بره كده هيعمل ايه. يطلع عرا ويلعب حلو ويقدم لك ماتشات كويسه، الاهلي يرجعه وبرضه ما يلعبش، يقول لك اللعيب ضعيف قصير بقى اي حجه. يقوم يطلع في سلسله اعراض كده، مره لطلائع الجيش ومره للاتحاد السكندري تاني. ولكن في فتره الاتحاد السكندري المره دي تألق بشكل كبير جدا. انا فاكر له جون عالمي عدى كده من كام واحد، ايه ميسي، كان جون جميل جدا بصراحة. وطلعت الدنيا كلها تقول لك اهو بقى الموهبة بتاعنا بقى يرجع الاهلي بقى، احنا بنفكر ليه في صفقات ومعانا موهوب اهو، ده ميسي يابا. تحس الناس حسدته ولا ايه؟ اول ما رجع مع الاهلي لبس في رباط صليبي، خلص الرباط الصليبي وفاق كده وقال لك بقى عايزين نرجعه تاني يلعب بقى. تخيل نوديه فين؟ الاتحاد السكندري. هو الاهلي لما بيتزني بيوديه الاتحاد السكندري عامة، ومن بعدها يروح المقاولين وما يلعبش خالص بسبب مشكلة كده. ومن بعد المقاولين الاهلي يكتشف ان هو مش موهوب ولا حاجة ويقول لك انا هبيعه خلاص. ولكن ما تقلقش عليه يا صديقي، هو دلوقتي بيلعب في نادي زد، عنده 26 سنة وبيحاول يرجع نفسه تاني. بصراحة اكتر موهبة زعلان عليها. يا ريت تقول لي رأيك عن اللاعب في التعليقات، وكالعادة ما تنساش اللايك والاشتراك. شكرا.